عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير معلم. أهلا بكم في أول سيشن في كورس HTML. الكورس دوت هنكمله مع الكورس اللي بدأناه على بايثون، عن بايثون عندنا في القناة. لحد دلوقتي نزلنا من حوالي 8 سيشنات في كورس ماستر بايثون. أما دلوقتي هنبدأ في HTML، وإن شاء الله HTML هنخلصها في عدد قليل من السيشنات، وإن شاء الله ربنا يعيني وأكون أقدر أسهل عليكم. طيب في البداية هندي مقدمة أو تعريف عن HTML. أول حاجة إيه هي HTML؟ HTML ببساطة هي السكيلتون اوف ويب بيج. طب ايه هي اصلا HTML؟ HTML اختصارها هايبر تكست مارك اب لانجوج. خدنا اول حرف من كل كلمة. ده الاختصار، ما تحاولش تترجمه، واصلا مش هيفرق معاك في حاجة لو عرفت اختصار ليه او اي حاجة، وبس يعني حبيت اعرفك معلومة ليك ان ده الاختصار بتاعها. مش هيفرق معاك انك تترجمها، علشان اصلا لو ترجمتها ممكن غالبا يعني هيطلع معاك نتيجة، غالبا هيطلع معاك نتيجة مش ريليتد بالواقع. فانت حاول تحفظ الاختصارات باسمها او ما تحفظهاش اصلا. طب ايه هي HTML؟ HTML هي اللغة اللي بستخدمها علشان ابني مواقع الويب. طب ايه هي برضو HTML؟ HTML هي عارف انت لما يبقى عندك المبنى ده حرفيا لسه على طوب، ما فيش حيطان، يا دوبك العواميد السكراتش كده بتاع العواميد، وكل حاجة على طوب، كل حاجة على المحارة. هو ده ببساطة هو ال HTML. طب هبدأ أحط ألوان وأحط حيطان وأحط أروق على الدنيا؟ لا، كده هخش في CSS. فببساطة ال HTML هي السكيلتون اوف ذا ويب بيج، هي أول حاجة خالص، هي الاستراكشر بتاع الويب بيج. في مثال تاني ممكن نوضحه في النقطة دي، هو السكيلتون بتاع الإنسان. الإنسان مثلا بيتكون من هيكل عظمي، وبعد الهيكل العظمي في عظم وجلد ووش وشعر وحواجب ومش عارف ايه والدنيا دي. فال HTML هي بالنسبة للإنسان هي الهيكل العظمي بتاعه. الأشكال بقى والألوان والحاجات الحلوة دي هي ال CSS. طيب دلوقتي عندنا الفيرجنز بتاع HTML. HTML هي فيرجن 4 وفيرجن 5. ببساطة ايه هو الفيرجن اصلا بتاع البروجرامينج لانجوج؟ الفيرجن يعني الاصدار بتاع اللغة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي كل لغة ليها اصدار، فالاصدار دوت خلص، اتحدث، جه عليه تحديثات بقى فيرجن 5. طب دلوقتي احنا هنشرح في كورس، او اي كورس بيتعمل بيشرح فيرجن 4 ولا فيرجن 5 ولا ايه اللي بيحصل؟ ببساطة مفيش فرق في الفيرجنين. لو لقيت كورس فيرجن 4 وانت عايز تدرس فيرجن 5، دايس معاك ان شاء الله، مش هيبقى في فرق. الفرق في شويه الخصائص وشويه الفيتشرز بس. فاللي يجي يقول لك انت شغال ب HTML فيرجن 4 ولا فيرجن 5، قول له انا شغال ب HTML بس. طيب احنا ليه اصلا بنستخدم ال HTML؟ ال HTML زي ما اتفقنا هي why we learn HTML. ال HTML بنستخدمها في الفرونت اند ديفلوبمنت. فرونت اند ديفلوبمنت زي ما اتفقنا دي بتبقى السكراتش بتاعت الفرونت اند، خلاص مش حاجه تاني. ممكن برضو استخدم ال HTML في اني اكريت صفحات واشغلها على الموبايل ديفلوبمنت، وابقى موبايل ديفلوبر ب HTML. ممكن برضو اعمل ريبورتس، والريبورتس ديت اشغلها ب HTML واعرضها على الصفحات بال HTML. طب احنا في الكورس بتاعنا ايه اللي يهمنا في الكلام ده؟ هيهمنا ان احنا نستخدمها في الفرونت اند بس. طيب بعد كده ايه اللي انا هحتاجه علشان اتعلم HTML؟ what I need to learn what I need to learn to start. اول حاجه عندك التكست اديتور. احنا في كورس بايثون كنا بنشتغل على موقع ريبلت.com، وكنت بقول لكم كده في اول الكورس عشان اسهل عليكم، وعشان لو حد الجهاز بتاعه على قده او مش هيعرف يعني ينزل تكست اديتور خارجي، ده يبقى ويب سايت سهل جدا ومش هيحتاج اي امكانيات عنده. يعني احنا مثلا عندنا تكست اديتورز كتير زي الفيجوال ستوديو كود، الاتوم، سبلايم. ممكن كمان تشوف لو مش هتعرف تنزل اي حاجه من دول، ممكن تشوف اونلاين اي تكست اديتور اونلاين، زي مثلا في موقع كده اسمه وان كومبايلر. ده بتدخل تحط كود HTML عادي وبيرن عندك هنا. تمام. نرجع نكمل. محتاج ايه تاني علشان نشتغل مع بعض؟ تاني حاجه هنحتاجها انترنت براوزر. طب الانترنت كلنا عارفينه، ايه هو البراوزر؟ في ناس ممكن تبقى شايفين بتكلم في بديهيات، بس انا مراعي ان احنا بنبدا من السكراتش خالص. ناس ما كتبتش سطر كود في حياتها قبل كده. كلنا عارفين التكست اديتور، سوري، الانترنت براوزر، جوجل كروم، الفايرفوكس، المايكروسوفت ايدج، الافاست. عندك كذا انترنت براوزر، انت ممكن تستخدم عليهم اي حاجه، مفيش حاجه هتقول لا. انت محتاج تاني ويندوز انترنت نولج. ما تقلقش، انت محتاج بس البيزكس بتاعت بتاع هاو تو يوز ذا انترنت، او هاو تو يوز ذا ويندوز. محتاج بس تبقى عارف ازاي تفتح فولدر، ازاي تكريت فولدر، ازاي مثلا تغير اسم فولدر. تبقى فاهم الاستراكشر بتاع الفولدر ماشي ازاي كده، فاهمين؟ تعرف برضه تبقى عارف ازاي تستخدم الانترنت نولج. ازاي تخش على النت، ازاي تخش على الانترنت براوزر، ازاي تسرش على حاجه معينه كده. يعني حاجات بسيطه جدا جدا، وكمان اللي ما تعرفوش ان شاء الله هتشوفوا معانا في خلال الكورس. اظن يعني لما بتكلم في ده بيزكس بتاعت البيزكس اللي تقريبا كلنا عارفينها. محتاج ايه تاني؟ محتاج اول حاجه تسيرش، وبعد ما تسيرش تاني، وطبعا بعد ما اسرش تالت، ومحتاج برضو تسيرش وتسيرش. محتاج تسيرش السنه الجايه. ليه؟ لان انا كمبرمج طبيعي جدا هتواجهني ايرورز، حاجات معرفش هي جايه منين، حاجات مش عارف سببها، حاجات هتخليك حرفيا عايز تقوم تكسر شاشه اللاب.
محتاج تسرش يا جماعه جامد جدا. لو ما عندكش خلق انك تقعد انك تخش وتسرش كتير، لا انت للاسف ده مش مكانك، ولازم تتعلم المهاره دي الاول. طبيعي برضو يعني زي ما قلت لك انك هتقابل لما تقابل بروبلمز كتير. مش منطقي ان انت كل شويه تشوف سينيور او شخص اكبر منك على اتفه الاسباب. المره الاولى هيجاوبك، المره الثانيه هيجاوبك، المره الثالثه مش هتلاقيه. مش منطقي انك هتستنى الجواب من شخص. يعني لما حد بيسال مبرمجين كبار بيقولوا بيرد عليه يقول له جوجل ات، جوجل ات. يعني سرش انت يا عم، ما تسرش انت مالك تصير؟ طيب ما تسرش عادي. من كلامي هنا ما اقصدش ان انت لما تسالني على مشكله انا مش هجاوبها لك او اكرف لك او اي كان، لا هجاوبك عادي وهجاوبك اللي انت عايزه مره واثنين وخمسه عادي ان شاء الله. ومن خلال تعلمك للبرمجه عامه ده مش خاص ب HTML بس، انت محتاج يبقى عندك هدف. لو انت داخل تتعلم برمجه عشان بس مثلا انت شايف ناس بتتعلم وكده، لا للاسف انت مش هتنفع. انت في طريقك هتحبط كتير وهشوف مشاكل كتير وحاجات كتير هتعطلك. لازم يبقى عندك دايما هدف بيفكرك انت ليه بدات الرحله دي. يعني احنا مثلا في ثانوي عام او ثانوي ستيم او اي حته تعليميه يعني، تقريبا ال HTML مشهوره جدا. تقريبا احنا كنا بناخد HTML من اعدادي، بس ما كناش بناخدها بتوسع. انا فاكر العملي بتاع ثالثه اعدادي كان في ورقه، فاهمين؟ كنا بنكتب الكود عادي وكان بشكل بدائي جدا. لا احنا هناخد بتوسع ومحتاج يبقى عندك هدف اكبر من كده. طيب بعد كده انت محتاج تفوكس 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 تفوكس. ركز على كل سيشن، كل كلمه بقولها. ركز على كل تاسك بديهولك في السيشن. يعني كان في بايثون كنت بدي تاسكات تافهه، بس الغرض انك تشتغل، انت الغرض انك تبدا بس. تمام. بعد كده عندنا start with any idea. دلوقتي انا خلصت HTML وسمعت الكورس بتاعي وبقيت HTML محترف. start with any idea. خش شوف بلوج بوست HTML وقلدها. HTML مش هتطلع لك نتائج احترافيه، والناس بتحبط اول ما تشوف HTML مش حاجه احترافيه ومش هتطلع لي موقع بحجم الفيسبوك فتقوم عطلانه، فاهم؟ فلا انت ابدا باي فكره، ابدا اشتغل، ابدا طبق اللي انت بتتعلمه اول باول عشان ما تنساش، وفعلا تبقى سابق اللي بداوا يتعلموا معاك. تمام. بعد كده نشوف السلايد بتاعت هاو تو ستادي. اول حاجه هتحضر السيشنز، طبعا دي حاجه مفروغ منها. لازم تحضرها كلها، ما تحاولش تسرعنا على اتنين. انا اصلا بتكلم بسرعه وبسرع لكم الفيديو في المونتاج، فانتم مش محتاجين تسرعونا على اتنين. احضرها كويس بس وافهم كل كلمه وما تفوتش حاجه منها. تمام كده. نخش على تاني حاجه، تشيك جوجل درايف. لو عرفت ممكن اعمل لكم جوجل درايف واحط عليه الكودز والفيديوز والتاسكس. كده كده ان شاء الله التاسكس دي حاجه مضمونه عندنا في الفيديوهات. لو ما عملت لكمش جوجل درايف كده كده معاكم رقمي هسيبه لكم في الديسكربشن، او ممكن اكتبهم لكم على الشاشه كمان. 011 936 9118. ده رقمي اللي عايز اي حاجه ان شاء الله مش هتاخر عليه. بعد كده عندنا do your tasks immediately، وما تخليش عندك الفرصه ان انت تبقى تشوف الفيديو السيشن اللي بعد دي وانت ما خلصتش السيشن بتاع دي. كده كده ان شاء الله ده اول سيشن، مش هيبقى عندنا يعني تاسكس كتير او ممكن ما يبقاش عندنا تاسكس اصلا. فاصلا الشيمل كلها ممكن تخلصها في 5 سيشنات ان شاء الله زي ما انا مظبطها. فما تحاولش ان انت تبقى مراكم التاسكات على بعض. طيب يلا بينا نبدا في ال HTML. اول حاجه هنشوف فول ويب بيج. لو جيت هنا ودخلت على البراوزر بتاعي، اي براوزر عندك، نفتح كده. هدخل على مثلا موقع اسمه example.com. دوت موقع بسيط جدا جدا جدا. اللي انا كتبته هنا دوت اللي هو example.com دوت اسمه اليو ار ال. انت عشان تدخل على اي موقع في الكوكب انت محتاج اليو ار ال بتاعه. طيب لو انا عايز اشوف الويب بيج ديت ازاي الاستراكشر بتاعها اتكون، بدوس اول حاجه كليك يمين، وشايفين الاختيار بتاع فيو بيج سورس هندوس عليه اللي هو كنترول يو. ده البيج سورس، بس احنا عايزين ممكن نعمله باين راب. مش عارف برضه اعمل كده ليه. المهم ما يفرقش معايا ان انت تبقى شايف ان انت تبقى فاهم كل الحاجات الموجوده دي، كل ده كده كده شرح. بس اللي يفرق معايا انك تبقى شايف ان الويب بيج بتبدا بال HTML تاج. ممكن نشيل دي كده بس ملهاش لازمه. وبرضه بتنتهي بال HTML تاج. تمام. فعشان اعمل HTML بيج محتاج تاج ال HTML اللي هبدا بيه وتاج ال HTML اللي بنهي بيه. طبعا عمال اقول HTML تاج و HTML تاج، يعني ايه تاج اصلا؟ تعالى بس نقفل الصفحه دي، احنا شفنا خلاص اللي احنا عايزينه. خلاص برضه نقفل الكلام ده، خلاص مش محتاجينه. اقفل اقفل اقفل. عايزين نعمل فولدر دلوقتي. هندخل نعمل فولدر، وميك شور ان انت تنفذ الكلام دوت معايا. مش بس هتعمله عندك فولدر، وميك شور برضه ان انت ما تعملش الفولدر بتاعك على الديسكتوب. انت عارف مصير اي حاجه هتعملها على الديسكتوب هتروح على الريسايكل بين على طول. فانت عشان ان شاء الله تبقى بروجرامر بروفيشنال مش هتعملها على الديسكتوب. ممكن ندخل هنا مثلا نعمل نيو، واعمل نيو فولدر. نيو فولدر فوق هنا باين نيو فولدر. مثلا هسمي الفولدر بتاعنا دوت بروجكتس. هعمل رينيم واخليه بروجكتس. اخش على البروجكتس دوت وهعمل كليك يمين برضو، وهعمل نيو برضو، وهعمل نيو فايل. فين الفايل مثلا؟ ممكن نعمل
هعمل التكست دوكيمنت واسميه مثلا عايزين نغير الاسم دوت ونخليه فايل HTML، وهنسمي الفايل دوت index.html. دي اشهر جمله هتسميها عندك في ملف ال HTML. ادوس كليك يمين عشان اسيفه. هنا هيقول لك عايز تغير الاكستنشن بتاع الفايل. ايه هي الاكستنشن اللي هي كانت موجوده اللي هي .txt. بيقول لي انت عايز تغير ال HTML عن usual. ار يو شور اقول له يس. زي ما كنتوا شايفين كان اللوجو هنا لوجو صفحه عاديه، صفحه بيضاء. اول ما دوست انتر او دوست يس خلاها لصفحه كروم. يعني الف مبروك، انت عملت اول صفحه HTML ليك. طيب خلاص، احنا كده عملنا اول ويب بيج لينا، وعايزين نبدا نكريت نبدا نضيف اكواد في الفايل بتاعنا. زي ما قلنا محتاجين التكست اديتور. يعني ايه تكست اديتور؟ يعني محرر الاكواد. بس زي ما قلنا مش محتاجين نعرف المصطلحات العربي. انت عايز تبقى مبرمج بروفيشنال، فانت مش محتاج المصطلحات العربي، انت محتاج تحفظها بالانجلش زي ما هي. فانت محتاج تبقى عارف ان اسمها تكست اديتور، مش محرر اكواد، لان هي دي المصطلحات الحقيقيه، وده اللي هتستخدمه، وده اللي هتسمع الناس بتقوله على المجال البروفيشنال. طيب التكست اديتور اللي احنا هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا هو الفيجوال ستوديو كود. انا افترض ان انت مش محمل الفيجوال ستوديو كود. هاجي هنا وهعمل افتح ويب ويندو وهعمل داونلود في اس كود، وهدوس انتر. هيطلع لي ده اللوجو بتاعه، وانت مش هتلاقي غيره، بكل سهوله هدوس عليه. انا عندي مش هنزله، بس هوريك هتنزله ازاي. في الغالب انت هتبقى ويندوز. هدوس هنا لو وهدوس هنا لو ويندوز 10 ويندوز 11، ولو ماك هدوس هنا، ولو لينكس هدوس هنا. وهشوف كل طرق التسطيب عادي زي ما انت عارف، وطريقه عاديه. ولو جيتك اي مشكله ابعتها لي. بس انا اوريدي عندي الويندوز، عندي الفيجوال ستوديو كود، فمش هنزله. طيب يا شباب، كده لو نزلتوا الفيجوال ستوديو كود يلا بينا نكمل. عندنا طريقتين ممكن نفتح بيهم الفيجوال ستوديو كود. اول طريقه لما بتيجي تنزل يا اما بيضاف لك شورت كات هنا، يا اما بتفتح عندك في الملفات هنا في الداونلودز، يا اما في الداونلودز هنا، يا اما ممكن تيجي هنا تطلع بره وتيجي عند السيرش وتكتب الفيجوال ستوديو كود وهتدخل عليه. دلوقتي عايزين نفتح الفايل اللي احنا فتحناه بتاع ال HTML اللي احنا عملناه في اول السيشن. انت اول لما تفتحه يبقى عندك كده مش هيبقى عندك اي فايلات. عندك برضو كذا طريقه. اول طريقه ان انت تيجي هنا من عند فايل وتفتح اوبن فايل وتختار الفايل اللي انت عملته. هنا يطلع لك index.html. الطريقه الثانيه ان انت تجيب مثلا الفايل بتاعك من على الاندكس.html بتاعك من على الفايلز، وتدوس كليك يمين واوبن ويز الفيجوال ستوديو كود. تمام. دلوقتي عايزين نشوف الاستراكشر بتاع الويب بيج. لو جيت هنا ودخلت وفتحت الويندو اللي احنا فتحناها قبل كده اللي هي example.com، وكليكيت هنا كليك يمين وشفت الفيو بيج سورس هنا. او مثلا ممكن نيجي نعمل انسبكت عشان عايز اوريكم الشكل بتاع الويب بيج من غير السي اس اس. دلوقتي هنا الشكل منظم وجميل وفي باك جراوند كلر، يعني دي مثلا لونها بيبقى HEE او دي. الحاجات دي هتعرفها مع الخبره يعني. ولو جيت هنا وشلت سي اس اس كود، هو بيبقى في التاج بتاعت الهيد زي ما نشوف بعد كده. وجيت هنا شلت الكلام ده كله، وجيت هنا هنلاقي كل ده اتشال. يعني الباك جراوند كلر اللي انا كنت قايل لكم عليها دي اتشالت. الكلام بعد ما كان في النص هنا راح. الفونت يعني الفونت ده ما كانش ده خالص، زي ما هعمل شيء تاني واوريكم. ما كانش كده. الدنيا كلها اتلخبطت. ركزوا كده على شكل الفونت هنا، وركزوا على التايب بتاع الفونت ده، يعني فرق السما والارض. فده يورينا ان بس ال HTML اللي هنستخدمها في ان احنا نكريت الصفحه البدائيه اللي احنا لسه شايفينها دي. تمام. نرجع تاني على الفيجوال ستوديو كود. ولو جينا برضو على عايز اوريكم كمان حاجه. لو جيت هنا على الانسبكت وشفت الفيو بيج سورس، هنلاقي ان التابه بتاعتنا بتبدا بال HTML وتنتهي بال HTML، تبدا من هنا وتنتهي من هنا بال HTML. وده يبين لنا ان احنا اول حاجه عندنا هي ال HTML اللي بنبدا بيها اي صفحه HTML. تمام. انا في الفي اس كود اول ما بحط اللسان الاصغر من، هي بتبقى من شيفت واو، شيفت اللي هي الكوما، وتكتب كلمه HTML وبعدين شيفت اصغر من على الدوت، وبيطلع معاك الكلام ده. تمام. ده الاستراكشر بتاع اللي بتبدا بيه اي صفحه HTML. دي كده اسمها ستارتنج تاج، ودي اسمها الاندنج تاج. دي اللي بتبدا بيها دي ما بيبقاش فيها سلاش، يعني دي بيبقى فيها سلاش فاسمها اندنج تاج. دي ما فيهاش سلاش واسمها ستارتنج تاج. هشيل الكلام ده عشان اوريكم بس توضيح. تمام. دلوقتي عندنا جوه ال HTML في حاجتين تانيين رئيسيين زي ال HTML. اول حاجه عندنا الهيد اللي احنا جبنا من جواه ال CSS كود زي ما وريتكم دلوقتي. وتاني حاجه عندنا البادي. الهيد يا شباب لازم تبقوا عارفين ان هو اي حاجه بتتكتب فيه ما بتتكتبش. يعني مثلا لو جيت هنا كتبت مثلا جمله زي الميتا شورست
UTF 8 وجيت هنا قفلت، بتقفلش كده بتقفل كده. واحنا عاملين اوتو سيف، بس عايز اوريكم ازاي بتعمل اوتو سيف. هنا لو جيت كتبت اي حاجه، نزلت تحت كتبت اي حاجه، هتلاقوا في رقم واحد وفي علامه بيضاء. الكلام ده ان انت لسه ما سيفتش، الكلام ده ان انت اللي بتعمله هنا مش بيحصل عندك في الويب بيج بتاعتك. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بتدوس كنترول اس، او عايز اوريكم بس تزييفه ثانيه، تيجي هنا عند الفايل وتكتب سيف، اللي هي تكتب سيف اللي هي كنترول اس برضه. او الحل الاسهل، انت لو صباعك بيوجعك مثلا من انك تدوس كنترول اس كتير، في عندك الاوتو سيف بتفعلها، واي حاجه بتتكتب هي اوريدي بتتسيف. طبعا انا عايز اوريكم بس ان انا لما هكتب في الهيد ما مش هيحصل حاجه. عايزين دلوقتي نفتح الويندو بتاعتنا في الكروم او في الانترنت براوزر. هنيجي هنا عند الفايلز ونفتح الفايل بتاع الاندكس دوت اتش تي ام ال. احنا كنا عاملينه في البروجكت في ال HTML، جواها الاندكس دوت اتش تي ام ال. هنفتحها هنلاقي ان الصفحه بيضاء وما فيهاش اي حاجه. تمام، ده معناه ان اللي بيتكتب في الهيد مش بيحصل له اي حاجه. هنرجع للفيجوال ستوديو كود، وفي نفس الوقت لما اكتب اي حاجه اكتب محمد عماد، واحنا كده كده عاملين اوتو سيف مش محتاجين نسيف. وهاجي هنا عند الكروم، هنلاقي محمد عماد مكتوب. لما نعمل الريلود هنلاقي محمد عماد مكتوب. تمام، دلوقتي احنا عرفنا ايه؟ عرفنا انا بتكلم فيه اصلا. انا بتكلم فيه ان الصفحه بتاعتنا بتتكون من 3 انواع رئيسيين: ال HTML والهيد والبادي. الهيد اللي جواه ما بيظهرش، الهيد دي المعلومات بتاعت الصفحه. انا مثلا السطر اللي انا كتبته دوت بيعرف بس البراوزر ان انا بكتب عربي. UTF 8 يعني بكتب عربي. البادي ده المحتوى من اسمه كده، الجسم بتاع بتاع الويب بيج بتاعنا. دلوقتي عايزين ندخل في حاجه تانية، الهيدنجز. لو شفنا دلوقتي الصفحه بتاعت الاكزامبل اللي احنا حطيناها من الصبح، ده عباره عن هيدنج. لو جيت هنا عايز مثلا افتش على الهيدنج دوت، باجي هنا كده وبختار الكلمه بتاعتي، هتلاقي ان هنا في H1. تمام، عايز ازوم تاني. ده ال H1 بتاعنا، ده اسمه الهيدنج، ده الهيدنج 1. طب احنا عندنا كام هيدنج؟ تعالى بقى نشوف. عندنا اول حاجه الهيدنج 1. يعني انا لو جيت هنا وعملت كده، نزلت دي كده سطر وحطيت فوق H1 وكتبت جواها محمد عماد، وجيت على كروم وعملت على الصفحه بتاعتنا كده، وجيت عملت ريلود، هنلاقي ان الخط كبر. الخط كان صغير وكبر وبقى بولد واتغير خالص. وطيب لو جيت انا مثلا غيرت ال1 ديت ل2، حد ممكن يخمن ايه اللي هيحصل؟ هل هيكبر ولا هيصغر؟ تعال نجرب مع بعض. هنحط هنا H2 وهنروح نشوف على كروم ايه اللي هيحصل. نعمل ريلود. بالمناسبه الرقم ازاي تعملوا ريلود من غير ما تدوسوا كنترول ار كل شويه. تمام، هنا نلاقي ان الكلمه اتكتبت برضه بنفس البولد بس بالخط اصغر بكتير. طب احنا عندنا كام هيدنج من ده؟ عندنا كام مقاس؟ عندنا يعني 6 مقاسات. يعني احنا ممكن ننزل هنا 4 كمان، يعني 2 3 4 5 6. واجي هنا اغير 2 ل 3 و2 ل 3 3 ل 4 5 و 5 و 6. هنا نفس الكلام 4 5 6. تمام، اجي هنا اشوف ايه اللي هيحصل. هنلاقي محمد عماد مكتوبه بست طرق. كنترول ار هنلاقي الكلام ده اتغير. طب احنا بنستخدم دول؟ لا، في الاغلب في شغلك انت بتستخدم الاتش 1 والاتش 2 بس في الموقع بتاعك. طب لو جيت هنا ايه اللي هيحصل؟ سؤال هيجي في بالك. لو جيت عملت الاتش 7، عملت كده وكتبت اتش 7، جوه هنا اتش 7 وجوه هنا اتش، جوه هنا اتش 7، ايه اللي هيحصل؟ ببساطه هتاخد، تعالى بس نشوف قبل ما اشرح لكم. هنا هتلاقي ده محمد عماد عادي، العاديه المكتوبه. يعني دي محمد عماد عادي لو ما حطيتش جواها اتش 7 او اي حاجه. عشان اثبت لكم كلامي هروح اكتب محمد عماد من غير ما احطها في اي حاجه، اكتبها كده فاضيه. اروح اشوف على كروم واعمل كنترول ار، هنلاقيها بنفس الحجم بنفس كل حاجه. تمام، يعني ده يبين لنا ان مفيش حاجه اسمها اتش 7، وده يبين لنا ان الهيدنج من 1 ل 6 فقط. تمام، نخش نتكلم على حاجه تانية اسمها الكومنتس. الكومنتس انا كنت شرحتها في كورس بايثون شرح تفصيلي. ايه هي الكومنتس؟ الكومنتس ببساطه هي الحاجه اللي انت بتحطها في البادي بتاعك علشان عشان كذا كذا فايده. ايه هي الفوائد بتاع الكومنت؟ اول فايده ان انت لما ربنا يكرمك تبقى ديفلوبر كبير، انت بتحتاج تشتغل مع تيم، انت بتشتغل مع قاعده مبرمجين زيك. انت محتاج اللي يبص على الكود بتاعك يفهم انت عايز ايه، انت بتوضح ايه. يعني مثلا هنا عايز اوضح مثلا ان عندي اتش 1 دوت، انا هكتب مثلا انا بحط اسمي بن اتش 1 كهيدنج. تمام،
دي الفايده الاولى. الفايده الثانيه ان انت وانت بتتعلم معايا انت كديفلوبينج ستودنت دلوقتي، انا بقول لك ان عندك هيدنج من 1 ل 6، فانت تكتب هنا كومنت من 1 ل 6. طب قبل ما اكمل بس احنا ازاي بنعمل كومنت اصلا؟ الكومنت لو انت بتستخدم فيجوال ستوديو كود بيبقى من شيفت وباك سلاش او شيفت حرف الزر او كنترول حرف الزر. تمام، كنترول حرف الزر. طب انت لو مش على فيجوال ستوديو كود بتحط الشيفت واو، وبعد كده شيفت رقم واحد وبعدين داش داش، هو بيكمل لك الباقي كده. انا ببساطه عملت كومنت. يعني انا اللي هكتبه بين الكلام دوت مش هيحصل له اي حاجه. انا مثلا دلوقتي بقول لك انت بتتعلم برمجه وبتتعلم، انا بقول لك ان الهيدنج من اتش 1 ل 6، فانت مثلا تكتب هنا وي هاف فروم اتش 1 تو اتش 6. دلوقتي انا قلت لك ان مفيش حاجه عندك اسمها ال اتش 7. تكتب هنا كنترول حرف الظا وتكتب وي دونت هاف ال اتش 7. يعني انا لو الكلام اللي كاتبه ده مش هيظهر او مش هيظهر، تعال نشوف. هاجي هنا على كروم، كنترول ار كنترول ار كنترول، لو 70 مره مش هيحصل اي حاجه ومفيش حاجه هتظهر. ليه؟ لان ده كومنت. وكده كده لو حطيته في الهيد برضه مش هيظهر لان اصلا حاجه في الهيد ما بتبانش. تمام. الفايده الثالثه، هو بس الفايدتين دول ممكن تحتاجهم في البدايه وبعدين هتستكشف ده الفوائد لوحدها. طب دلوقتي احنا عايزين نبص على الصفحه بتاعتنا تاني. هي ليه الصفحه بتاعتنا اسمها index.html؟ انا عايز هنا مش عايز الاكستنشن بتاع .html، عايزها تبقى شكلها حلو كده. مثلا عايز اسميها محمد عماد، عايز اسميها الفيسبوك. هعمل ايه؟ هاجي هنا، احنا مش قلنا ايوه التاج اللي في الصفحه بتاعتنا اللي بيستخدم المعلومات، اللي بيستخدم معلومات الصفحه، اللي بيستقبل معلومات الصفحه، هو ببساطه اسمه، احنا بنسميها التايتل بتاع البيج. بالظبط، هي اسمها التايتل. التايتل. تمام. التاج بتاعنا اسمه التايتل، وهقفله وهيطلع عندي التايتل. معنى كده ان انا لو اللي هكتبه في اي حاجه بين الاندكس الستارتنج تاج والكلوزنج تاج هيبقى التايتل. اديكم مثال. هكتب هنا مثلا اي لاف اتش ام ال. اجي هنا على كروم افتح الاقي اي لاف اتش ام ال ظهرت. عايز اسمي محمد عماد، انا بحب نفسي، اكتب محمد عماد وهروح اعمل ريلود، هنلاقي محمد عماد بقت التايتل بتاع البيج بتاعتنا بقى اسمها محمد عماد. تمام، حلو جدا. ايه تاني؟ تعال نشوف على الصفحه بتاعتنا. لو جيت بصيت على الصفحه بتاعتي، احنا خلاص شفنا الاتش 1 وعرفنا ان الهيدنج عندنا من اتش 1 ل اتش 6. عندنا ايه تاني؟ عندنا البي. ايه هو البي؟ حد ممكن يخمن البي؟ يعني مثلا البي مكتوب فيه ذيس رومانيز بلا بلا بلا. ايه اللي ممكن البي ده بيوصفه؟ البي بيوصف اسمه باراجراف. ده اللي بيتكتب جواه الباراجراف، ده اللي بيتكتب جواه الفقرات. يعني انا ممكن اكتب هنا البي واحط جواه لوريم 10، دول 10 كلمات عشوائي بتكتب باللوريم والعدد الكلمات اللي انت عايزه. وبتروح على كروم نلاقي ان بقى عندنا في الفقره بتاعتنا لوريم 10، ده الفقره بتاعتي. طب حد دلوقتي هيسال سؤال، ايه الفايده بين لوريم وبين انا اكتب الكلام عشوائي كده؟ ببساطه لان انت لما تدخل على سي اس اس وجافا سكريبت وهتبقى عايز تربط الدنيا ببعضها، انت مش هينفع. انت طب الكلام ده في الهواء، انت هتربطه بايه؟ محمد عماد دي مربوطه في الهواء، يعني لو رحت هنا على الفيجوال، محمد عماد دي مش مكتوبه في حاجه، محمد عماد دي مش مكتوبه في حاجه. هربطها ازاي؟ هسريها ازاي؟ اما لما تدخل على السي اس اس بتحطها بتستدعيها عن طريق البي، وكمان بتديها كلاس وبتديها اي دي زي ما هتعرف بعد كده. تمام. انا عايز اشرح ايه تاني؟ انا عايز اشرح انت ازاي. احنا مش اتفقنا في اول السيشن خالص ان احنا عندنا تو فيرجنز من ال HTML، عندنا ال HTML4 وال HTML5. طيب وقلنا برضه ان مفيش فرق ما بينهم، مظبوط. بس احنا دلوقتي عندنا عايزين نعرف الويب بيج بتاعتنا يعني ايه. يعني ان احنا بنستخدم ال HTML5. ال HTML5 ببساطه هو بتبقى سطر انت بتبصمجه وبتنشره في بدايه اي صفحه. انت بس فايدته ان انت بتعرف البراوزر بتاعك انت بتستخدم HTML5. يعني انا لو هنا جيت كتبت الدوك تايب، بتتكتب كده دوك تايب HTML، بتلاقي السطر ده جه عندك. كمان هتمشي في سنسيتيف. يعني لو جيت هنا عملت HTML بالكتب بالشكل ده مش هيحصل اي حاجه، ولو جيت كتبت الدوك تايب بالشكل السمول ده برضه مش هيحصل اي حاجه ان شاء الله يعني. فهي مش دوك تايب مش هيحصل اي حاجه، فهي مش كيس سنسيتيف. تمام. اخر حاجه هتكلم عليها في اللي هو الجزء دوت، ان انت حته الانديتيشن. انتوا شايفين ان الاتش ام ال بدا من الاول خالص. طب والهيد بدا من في تاب بعديها، شايفين في حبه سبيس قبليها. طيب لما دخلت كمان جوه الهيد بقى في سبيس بتاعت الهيد، والسبيس بتاعت الهيد اللي هو واخدها من الاتش ام ال. طب انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان البيرنت ولما بيبقى جواه التشايلد اليمنت. يعني ايه اصلا بيرنت؟ البيرنت زي الهيد، زي البادي. تمام. اما الكبير خالص بقى، الكبير بتاع اليد كلها الشمال.
ليش من جواه شويه العيال بتوعها او التاجز اللي جواه الهيد. فالهيد خدت منها التاب والبادي خد منها التاب. طب الهيد دلوقتي جواه شويه اليمنت، فهتاخد من الميتا هتاخد من الهيد التاب والهيد اصلا واخده التاب. طب ازاي انا ليه بقول الكلام ده؟ ده ببساطه للفورمات، ده للتوضيح. يعني أنا لو جيت خدت الكلام ده كده و شفت مش عارف تعمل شيفت تاب، انت بترجع لورا من عن طريق شيفت تاب. طب ده كلام مش شكله كويس. لو جيت انا عملت كده وعملت شيفت تاب الكلام ده بيرجع لورا. طب هو ده شكله كويس؟ لا، ده مش شكل مبرمجين محترفين. طب انا هعالج الكلام ده ازاي؟ هختار الكلام بتاعي وهحط له تاب. دلوقتي ماشي طلع خطوه. دلوقتي الاليمنت اللي جواه كمان عايز يطلع تاب هي كمان، هنحط تاب هي كمان. نفس الكلام هنا في البادي. البادي كده هعمل له تاب، والاليمنت اللي جواه هعمل لها تاب. مش كده، هعمل لها تاب. كده نبقى احنا شرحنا الدوك تايب، وشرحنا الهيدنجز، وشرحنا الباراجرافز، وشرحنا الانديتيشن، ونخش على سيكشن تاني. كده هنشرح اخر سيكشن عندنا في الفيديو عشان نقفل خلاص الفيديو دوت. الفيديو الاول هيبقى خفيف يعني وكده عشان ما نطولش عليكم، وكمان التاسك اللي هوريه لكم في اخر السيشن كمان هيبقى خفيف ان شاء الله. طبعا احنا اخر حاجه اتكلمنا فيها التايتل باين، واتكلمنا عن الباراجرافز. انا عايز بس اشيل الكلام ده كله ونرجع تاني. خدنا اخر حاجه ان التايتل بيغير النيم بتاع الويب بيج بتاعتي. تمام. معنى كده لو جيت هنا كتبت تايتل وسميت مثلا الويب بيج بتاعتي مثلا this this is from HTML web page، وجيت فتحت الملف دوت عندي، جيت على مكان الفايل بتاعي وفتحته، هنلاقي عندنا this is from HTML web page. تمام. انا كنت عايز برضو اتكلم عن حاجه في الباراجرافز ممكن ما اكونش اتكلمت عنها كويس، يعني هي التقسيمه بتاعتي. انا مثلا هنا لو كتبت this is paragraph 1، وجيت هنا كتبت this is paragraph 2، ورحت شفت هلاقي الاتنين في نفس السطر. طب انا مش عايز كده، انا عايز كل واحده تبقى في سطر، فبالتالي انا مضطر ان انا استخدم البي تاج، باراجراف تاج. اشيل كده كنترول اكس، او ممكن اشيله كده واحطه هنا، وكمان هنا هعمل بي كمان، وهاخد هنا واحط كده، وعشان التنظيم بس هحط تاب. تمام. ونروح نشوف هنلاقي ان كل واحده بقت على سطر، كل واحده بقت منظمه شويه. حرف التي طور باين وانا بعمل ماشي. فالباراجراف التاج بتاع الباراجراف بيوضح لنا ان الدنيا بتبقى منظمه اكتر لما انا اصلا استخدم تاجز. وهشرح حته كمان ادفانسد انتم مش مضطرين انكم تفهموها دلوقتي، كده كده هو حوار سي اس اس. بس انا هنا لو جيت وكتبت سدايات البي دوت، لو جيت هنا فتحت الستايل وجيت جوه الستايل وعملت بي، وخليت البي ده الكلر بتاعه ريد، وجيت هنا وعملت ريلود، هنلاقي ان اللون اتغير. عكس لو انا جيت هنا من بره البي وكتبت this is outside the b tag، واجي هنا اشوف الريزلت بتاعتي، هنلاقي ان الكلام هنا ما اتلونش معايا لان ده ببساطه مش جوه البي تاج، وده مش متنظم زي الباراجراف 1 والباراجراف 2. تمام. دي حاجه بس حبيت اتكلم عليها ماشي. دلوقتي احنا لو جينا فتحنا برضو صفحه الاكزامبل اللي احنا ماسكينها من اول السيشن، خدنا ال H1 او ال H2 دوت، وخدنا كمان الباراجراف، ودلوقتي هناخد الانكر او اللينك. لو جيت هنا على الانسبكت هنلاقي ان دوت جوه تاج اسمه الاي الانكر. هنيجي هنا هنعمل تاج اسمه الانكر، هنختاره هنا دوت بقى عندي لينك. ولو جيت هنا كتبت جوه اي حاجه هنا ده بقى لينك، ولو جيت كتبت جوه هنا اي حاجه زي مثلا اكتب جوجل، ولو رحت عملت ريفرش على الويندو بتاعتي مش هنا هنلاقي ان في موقع اسمه جوجل. طب لو اتكيت على جوجل ولا هيحصل اي حاجه؟ ليه؟ لان ببساطه ما اديتش اكشن.
احنا اتفقنا في الكورس الاساسيات بتاع بايثون ان الكمبيوتر بتاعي او الكومبايلر ما بيفهمش حاجه، انت اللي بتوجهه، انت اللي بتخليه يعمل ايه. يعني مش مجرد ان انت كتبت له جوجل هو يخمن ان انت لازم ان انت عايز تروح على جوجل. تمام. فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج بس اشيل الاول، وهتكلم هنا ان انا الشريف دوت ده عباره عن اتريبيوت. هو يعني ايه اتريبيوت اصلا؟ الاتريبيوت ببساطه هي التعليمات بتديها جوه الاليمنت عشان تطلع نتيجه معينه. انت مش فاهم حاجه، مش مهم. احفظ ان الاتريبيوت دوت بيحط جواك قيمه ان انت بتطلع لك على الشاشه. يعني انا لو كتبت https وكولن سلاش سلاش www.google.com ورحت على الويندو، المره دي لما اروح اتك على كلمه جوجل، لما اروح اتك على جوجل هنلاقيه فتح لي موقع جوجل. طيب وهنا في خطأ شائع ان الناس لما بتيجي تكتب لينك تكتب جوجل دوت كوم على طول. يعني مش الكلام ده كله كده، تكتب جوجل دوت كوم. طبعا ده غلط ومش هيحصل معاك اي النتيجه اللي انت عايزها، مش هتحصل، لان انت برضو مش هتخليه يخمن انت عايز ايه. يعني لو جيت انا كتبت، لو اتكيت هنا على جوجل هيطلع لي ايرور، مفيش اي حاجه. this file cannot be accessed. تمام. فانت لازم تيجي على نفسك وتكتب اللينك كله. طيب احنا لاحظنا حاجه تانية. الحاجه التانية ان انا لما جيت فتحت هنا اللينك فتح معايا في نفس الواي في نفس التاب. يعني هنا جوجل، وقبل كده كان التايتل بتاع الصفحه اللي العاديه اللي انا كنت فاتحها. يعني لما جيت اتاكيت اتفتح معايا في نفس الفايل. طب انا مش عايز الحوار ده، عايزه يفتح في مكان تاني. يعني هنا لو جيت مثلا على ليرن مور، هنا برضو فتح في في نفس الحاجه اللي انا عايزها. مش ده اللي انا عايزه. امال انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز افتح صفحه جوجل دي في ويندو تانية او في تابه تانية. هعمل ايه؟ لو حد ممكن يوقف الفيديو ويخمن انا ممكن اعمل ايه، او اي حاجه من خلال اللي انا لسه شارحهم دلوقتي. طيب انا قلت ان في اتريبيوت بتكتبه اللي هو اللي بينفذ الحاجه المعينه. الاتريبيوت بتاعنا اسمه تارجت، وبيتحط جواه يا اما حاجه من دول. احنا في حالتنا ديت عايزينها بلانك عشان تطلع معايا في ويندو جديده، والبلانك ديت اشهر حاجه هتستخدمها في الحوار اللينكس بتاعك. معنى ايه؟ معنى كده انا لو اتكيت على جوجل هيفتح معايا في ويندو جديده، بقى عندي التابه بتاعت جوجل، بقى عندي التابه بتاعت ال HTML بتاعتي. هتكلم عن التارجت شويه. التارجت هي يعني التارجت هي الهدف، انت عايز تعمل ايه. كتبت الاتريبيوت بتاعي وكتبت جواه الفاليو بتاعته اللي هي البلانك، اللي هي بتمكنني ان انا افتح الويندو ديت في الموقع بتاعي في ويندو تانية. تمام، كويس جدا. دلوقتي هتكلم بس عن الهيد وخلاص كده تبقى السيشن بتاعتنا خلصت. احنا خدنا ان الهيد بيتعمل فيه الحاجات بتاعة الصفحة. زي ما انا دلوقتي جيت اتحكمت في السلايد وحطيت جواها غيرت الكالر بتاع الباراجرافز بتوعي. بالمناسبة انا المفروض احط كولن كده عشان الدنيا تظبط معايا. فال الحاجه اللي انا حطيتها في الاول اللي هي كانت الميتا تشارز كيو تي اف 8. مش فاكر انا قلت لكم على ان هي بتبقى بتغير اللغه اللي هي بتعرفني ان انا بكتب عربي ولا لا. بس لو ما قلتش فهي الميتا تشارز يو تي اف 8. كده انا بعرف البراوزر بتاعي ان انا عايز اكتب عربي. طب هي دي ليها لازمه؟ بصراحه في اتش تي ام ال 5 لا، هي ملهاش لازمه. يعني انا لو جيت شلتها كده وجيت انا كتبت تحت بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم، وجيت هنلاقي وعملنا ريلود هنلاقي ان برضو الدنيا شغالة معايا زي الفل عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اما لو فيرجن قبل كده لا، هي غالبا مش هتشتغل. وكمان عشان تضمن ان الحوار دوت ما يحصلش معاك، انت بتحطها كده كده، بتحط الميتال شار سكيورتي اف 8 وعلى اي حال يعني. وبتبقى كمان بتعرف عشان في براوزر ثانيه مش بتدعم. يعني كروم ماشي بيدعم، اما في براوزر ثانيه انت محتاج تعرفها ان انت هتكتب بالعربي. حاجه كمان في التاج بتاع الهيد، لو جيت هنا وعملت سيرش هنا عن مثلا الاكزامبل، كتبت في السيرش اكزامبل بس، وننزل تحت كده شويه هنلاقي ان في زي كده ايه وصف، وحرفيا وصف للويندو بتاعتي. يعني مثلا اكزامبل ديفينيشن بلا بلا بلا، هنا اكزامبل بلا 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 ماشي. تحت كل ويندو بيتكتب الديسكربشن بتاعها. يعني انا لو جيت هنا كتبت جيت على الويندو دي اسمها اكزامبل دوت كوم، وتكيت كليك يمين انسبكت، ورحت على الهيد وفتحت ال مش عارف هما هنا مش ضايفينها باين. لا ممكن اجي على الفيو بيج سورس على الهيد. فهم هنا مش ضايفين الهيد،
انا مش ضايفين سوري الديسكريبشن. طب انا عايز دلوقتي اضيف الديسكريبشن نفس الكلام بتاع الميتا. هي الميتا في حوار الاس اي او شويه، اللي هو انت السيرش انجن اوتومايزيشن، اللي انت عايز توصل الناس للموقع بتاعك اسرع. تمام. انا دلوقتي عايز اعمل احط ديسكريبشن للموقع بتاعي، اعملها ازاي؟ برضو لو ممكن حد يوقف الفيديو ويفكر معايا. هنا جربت اكتب ديسكريبشن بس ما حصلش اي حاجه، على اساس ان هو اتريبيوت يعني وكده. لا، مفيش الكلام دوت. احنا محتاج نعرف قبلها اتريبيوت كمان اللي هو اسمه النيم، وبنحط جواه الفاليو اللي هي اسمها الديسكريبشن، والديسكريبشن ديت بنحط جواه الكونتنت. الكونتنت دوت مثلا نقول نقفل بس التاج بتاعنا، واجي عند الكونتنت اكتب this is meta from HTML designed by محمد عماد. فكده انا ببساطة عملت البتاع بتاعتنا، التاج بتاعنا، وعايز حد يوقف الفيديو يلاحظ لي ايه الفرق بين الميتا وبين اي تاجة تانية على الويب بيج بتاعتي. طيب انت لو عرفت هنا مثلا لو مسكنا التايتل اللي فيها على طول هنلاقي هنا في starting tag ending tag. هنا HTML starting tag ending tag body starting tag و ending tag، الهيد والهيد. تمام. اما هنا في الميتا لو جينا عندها، هي ميتا بتبدأ كده وبتنتهي بباك سلاش وعلامة الأصغر منها أو الأكبر منها. تمام. يعني الميتا ديت هي سيلف هي ببساطة السيلف كلوزنج تاج. يعني هي بتقفل نفسها، هي مش محتاجة حد يقفلها، هي كده ايه رايقة في نفسها. كويس جدا. تمام. طب يا شباب كده نبقى وصلنا لنهاية السيشن بتاعتنا. لو عندك أي استفسار تقدر تبعتولي واتس في أي وقت. محبش أحط لكم التاسك في السيشن دي. إن شاء الله عندنا تاسك مجمع كده السيشن الجاي على كل اللي هنبقى خدناه، عشان هتعمل لي حاجة محترمة يعني في الشمال، وهي تبقى لميت كل اللي انت خدته. ان شاء الله يبقى سهل برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.